بصوا، انا هقول لكم حاجه عن كفته الرز هتتصدموا. كل كفته الرز اللي كلنا بنعشقها وبنحبها وبتتخطف خطف اول ما بتتحمر اترمت بالصلصه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الفيديو بتاعي عباره عن رايي في كرتونه الشيف ياسمين بناء على طلب المتابعين. زي ما انتم شايفين متابعه جميله بتقولي ما قلتيش وزعلانه منك انك ما قلتيش رايك في العرض بتاع الشيف ياسمين صالح. طبعا انا بناء على رغبتها صورت الفيديو ده. الفيديو الاولاني كنت تعبانه جدا فيه وصورته، وتاني يوم عملت عمليه وما لحقتش اصور اي حاجه بعد كده غير حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده على القناه. وقناه حكاوي تيتا قناه مختلفه، قناه مش محتوى مش موحد. هتلاقوني بقول ادعيه، هتلاقوني بقول رايي في منتجات، ده بقى هقوله عشان خاطر المتابعين اللي بيسألوني زي ما قلت لكم، وهقوله بكل صراحة وبكل شفافية. انا جبت الكرتونة العرض مرتين. 1800 وتاني مرة عرض كان 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 ب2800 و100 شحن في المرتين، يعني كل مرة 100 شحن. تمام كده، ده السعر بتاعها وكان معقول. تعالوا نفتح المنتجات. فتحنا اللحمه المفرومه. انا عايزه اقول لكم اول كرتونه كانت مبدئيا تبان ان هي كل حاجه فيها فريش، والتواريخ زي ما وريتكم. التواريخ كلها فريش، ما بقالهاش اسبوع واللي بقالها كام يوم واللي بقالها اسبوعين. فكانت الحاجه لسه طازه، يا دوبك لسه العرض بادئ مع الشيف ياسمين. فتحنا المنتجات. اول حاجه عملناها اللحمه المفرومه. مبدئيا كانت فيها نسبه دهون عاليه، يعني لما بتيجي تعصجيها تلاقي نسبه الدهون ما بتسحش في الدهون، بس طعم اللحمه دهون. دي اول حاجه. تاني حاجه الكبده. الكبده كانت عجبتني، ما فيهاش اي دهون خالص، اللي هي العروق البيضه ديت. وكمان كانت متقطعه شرايح ونضيفه جدا جدا جدا، شرايح رفيعه ولا تخينه ولا رقيقه. والعصافيري الكبده العصافيري كان نص متقطع شرايح ونص متقطع عصافيري. العصافيري بصراحه برضو كانت جميله ونضيفه. نيجي لتالت حاجة معانا البرجر. البرجر كان القطعة، الكيلو كان 10 قطع، معنى كده ان الكيلو 10 قطع. دي اول كرتونة. تاني كرتونة كان الكيس تقريبا 15 او 16 قطعة، ما عدتهاش، بس كان الحجم اصغر. لما تبقى القطعة الكيلو 10 قطع بس بتبقى القطعة. فعجب الولاد جدا، سواء كان حجمه كبير او حجمه صغير كان طعمه 10/10. كان في هدية في الكرتون الأولانية علبة سمنة نص كيلو، برضو السمنة 10/10. تالت حاجة اللي هي السجق، برضو كان فيه نسبة دهون، والطعم يعني ما كان عجبنا في الأول، بس تاني كرتونة ما عجبنيش الصراحة. معرفش بقى عشان الصلاحية ولا هي زودت حاجة تانية. نيجي للحواوشي. الحواوشي نسبة دهون عالية جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان الحواوشي اصلا انت بتعمليه، الجزار بيقولك حطي له نسبه دهن. مش هتحطي نسبه قليله يعني 10%، مش هتحطي نسبه كبيره. النص كيلو كان يعني لو عمل 5 أرغفة كان يبقى حلو، يعني الكيلو يعمل 10 أرغفة. وكان طعمه مدي لطعم اللي بيتباع من بره. مش عارفه دي حاجه حلوه ولا لا، بس اللي بنعمله في البيت بنحط له نسبه دهون قليله، واللحمه بتكون حمراء، فبيدي ارغفه، عدد ارغفه اكتر، وتحس بطعم اللحمه انه مختلف عن بتاع الشارع. تعالوا بقى لكفتة الرز. الصدمة بجد، الصدمة صدمة عمري. اول كرتونة كانت طعمها الى حد ما مقبول واتاكلت والحمد لله. تاني كرتونة عايزة اقول لكم ان هي اترمت بالصلصة في الزبالة. تقولي لي ليه؟ هقولك معرفش، مفيش حد من الاولاد عرف ياكلها، ولا جوزي ولا انا عن نفسي قدرت ابلعها. مش عارفة طعم دهون زيادة ولا اتركنت من عندهم. هو انت طبيعي جايبة الكرتون عشان تقضيك الشهر، فمش هتخلصيها في اسبوع. هل هي بقى مركونة عندهم والطعم غير؟ هي طبعا العرض الاخير ده منزلش فيه كفتة الرز، ودي حاجة كويسة.
عايزه اقول لك ان الكفته دي كانت بتتخطف وهي بتتحمر. ما حدش كل منها وهي محمره، يعني اول ما يدقوها خلاص قطمه يسيبوا الحته اللي باقيه. كمان لما اتعملت في الصلصه برضو طعمها بقى شد ومحدش عارف ياكلها، بقينا ناكل الصلصه كده والكفته نفسها اترمت. الكفتة الحاتي برضو فيها نسبة دهون كبيرة. هما بيقولوا ان هي لازم يبقى فيها نسبة دهون عشان دي كفتة حاتي، تمام، بس الطعم مبقاش باين فيه الدهنة لدرجة انك مش قادرة تاكلي الكفتة. اول كرتونة زي ما قلت لكم كان تمام، تاني كرتونة لا، نسبة الدهون كانت عالية في كل حاجة. هي اخر عرض عاملاه قالت اللحمة المفرومة ما فيهاش نسبة دهون عالية، وكفتة الرز مش موجودة. كده معنى كلامي ان كلامي صح، ان الغلط عندهم هما، الكفتة كانت مركونة ومش محطوطة في العرض الجديد. تعالوا بقى نشوف الفراخ. في اول كرتونة كانت ولا هي طازة ولا هي اي حاجة، كانت شركة ومجمدة مش طازة زي ما هي قالت في اخر عرض. اخر عرض انا شفت ريلز ليها وهي فاتحة التلاجة دي بتجيلك لحد البيت، بتجيب لك الكراتين وفعلا الحاجة بتيجي متفرزة وبتيجي في التلاجة، فاضمني النقطة ديت. فاتحة زي ما انتوا شايفين كده، فاتحة التلاجة وجايبه من الكراتين الفراخ فريش. لاخر عرض انا ما جبتوش لظروف خاصه، بس يعني قررت برضه قبل الظروف الخاصه ان انا مش هجيب الكرتونه وهمشي زي ما انا كنت ماشيه على طول، بسبب الحاجات اللي ما اتاكلتش في اخر كرتونه. ربنا يوفقها في العرض الجديد، واللي عايز يجرب يجرب. انا زي ما انتوا شايفين اول كرتونه كانت الهدية علبة السمنة النص كيلو. على تاني عرض كان في كرتونة هدية. الكرتونة كانت عبارة عن ايه؟ عن كيس بطاطس 2 كيلو ونص، و5 كيلو رز شكارة، 5 كيلو رز، وعلبة وجركن الصابون. الصابون ده بقى كان مفاجأة. انا بجد قلت لجوزي عليه، قلت له لو لقيته في اي محل صابون يجيب لي منه تاني. حاجه كده فوق الفظيع، يعني هتنتعشي وانت بتغسلي بيه. بجد هو اسمه هيرو وهيعجبك. ده اكتر حاجه عجبتني في الهديه، هي والبطاطس. زي ما قلت لكم هي والبطاطس اكتر حاجه عجبوني. في العرض التاني كان الصابون اسمه هيرو وبالليمون، ريحه منعشه وهتنتعش كده وانت بتغسلي المواعين، حاجه فوق الفظيع يعني. فبجد عجبني. وبص تقله يعني انا مش عايزه اخلصه، انا بخلص الجيركن اللي عندي عشان مش عايزه اخلص ده. حاجه كده جميله وانت بتغسلي. زي ما قلت لكم دلوقتي، انا قلت لكم الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش في العرض. اللي عايز يجرب العرض الجديد يجرب، مش هيخسر حاجه. الاسعار حلوه في متناول الجميع. اخر عرض نازل ب 3000، وكمان تقدري ان انت تجيبي بدل العرض 2، بس انصحك تجربي عرض واحد، لو عجبك تكرريه تاني. واهم حاجه تبصي على التواريخ. في عرض كان نازل معاه كرتونتين هديه، كان في منهم كرتونه مانجا. دي كانت انا مستغرباها جدا، انا ما جبتش العرض دوت. ففي عروض بتنزل معاه، واخر عرض بقى نازل معاه هديه كده بوكس صغير، معرفش ده عباره عن ايه بصراحه. احب اشكر المتابعين اللي علقوا على الفيديوهات وقالوا رايهم وقالوا عايزين رايك في المنتجات. اشكركم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يرفع، عشان الناس تشوف الفيديو ورأيي في المنتجات. واللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك. واحب اقول لكم ان الكرتونه في متناول الجميع، وفعلا المنتجات يعني سعرها هيريحك شويه عن لما بتجيبي كل حاجه لوحدها. فاللي عايز يجرب الكرتونة يجرب وهيدوق الطعم ويحكم بنفسه. وشكرا للشيف ياسمين اللي هي بتفكر اصلا في ستات البيوت وحرك كل يوم. هي احلى حاجة ان انتي بتطلعي من الفريزر وعارفة هتعملي ايه وخلاص بتسوي على كده وعلى طول. فانا بشكركم وبشكر متابعين الكرام، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعوا الفيديوهات، اي فيديو هينزل على القناة فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.